بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناة خلاص عبد القادر، مرحبا بكم. تنتلاقاو من جديد في حلقة جديدة. ربما لاحظتوا بأن لاريير بلون أو الديكور اللي ورايا تبدل وتغير، ما بقاش كما كان قبل. ولاحظتوا شي تغيير وقع في استوديو، وباقي ما كملناش هاد التغيير، ولكن باش نبقاو معكم على موعدين كما العادة زربنا شوية وخدمنا قبل ما نكملوا. تنتمنى من الله يعجبكم. وهذا التغيير ماشي كان من عندي انا، لا، كان من عند واحد صاحبي وصديقي، هو اللي قال لي ودي السي عبد القادر، هذاك الديكور اللي عندك اللور، داك الريدو راك عييتينا به، بدل شويه باش تبان عاوتاني في حله اخرى، حله جديده. هذا السيد هو مول الشركه ديال رشيد ديال الكهرباء. هذا السيد سميتو الهروشي السرغيني. هذا السيد من المحسنين ديال القنيطره. علاش تنذكر المحسنين؟ من المحسنين ديال القنيطره. السيد عنده واحد الشركه فيها واحد عدد كبير ديال العمال، عدد كبير، وهاد الشركه عندها تقريبا ما يفوق 40 سنه، وعمر العمال ديالو ما تشكاو، عاطيهم حقوقهم كامله. بنا لهم مسجد على الشارع، تستغلوا العمال والمره. الاحسان بوقته في كل مناسبه، الاحسان للعمال والعموم. رجل معروف بالطيبوبه وبالاخلاق الحسنه، وصديق حميم ديالي، وانا ديما تنشكر الناس اللي داروا الاحسان. هاد الايام راه برد ودار واحد العمليه، الله يشافيه الله يشافيه. وهاد السي رشيد راه هو اللي قال لي ودي بدل داك الديكور، راه ما لاحظتهاش، راه هو قال لي لاحظوها بزاف الناس، بدل لنا داك الديكور تبدل شويه. السي خلاص يا مرحبا، وعزلنا هاد الديكور هذا، شفناه بواحد التراب وزوين، وغادي ندخلوا به التحسينات عليه اخرى ان شاء الله باش يروكم ويعجبكم. ولكن خلال الحديث ديالي معاه ذكرني السي رشيد، ذكرني، وانا عشت معه سنوات هذا السيد هذا، ومعرفه قديم ديالي وصديقي. ذكرني قال لي السي خراز، شحال هضرتي على الجرائم اللي كان الضحيه ديالهم عدد كبير ديال الناس، شحال هضرتي على السرقات، على الضرب، على القتل، على كذا على كذا على كذا، جميل. ولكن قال لي علاش انت عمرك ما هضرتي على القصه ديالك، الجريمه اللي كنتي الضحيه ديالها واللي كنتي غتموت فيها؟ واش نسيتيها؟ كيفاش حكيتيها لينا وكيفاش عاودتيها لينا، وعندك المسطره ديالها، وجلست معك في الدار شحال من مره وجبدنا الحديث عليها، وما عمرك ما قلتيها. ما انها جريمه خصها تسمع، وخصهم يعرفوها المواطنين. وبها افتتحنا هاد الحله الجديده ديال الاستوديو، فتحنا بواحد الجريمه اللي انا كنت الضحيه ديالها، ونصرتها لكم كما كانت. في 78 انا خدام في الرباط، 1978. في 78 تعرف المغرب كيفاش كان، مع 76 كانت المسيره، مع كانت التحركات، مع كان بزاف الاحداث السياسيه عرفها المغرب ذاك الوقت، وكان البوليس يخدم بزاف، بزاف بزاف بزاف. في 78 كنت انا في فرقه التجول متدخله، فرقه تدخل متجوله، يا ربي السيمي، فرقه تدخل متجوله، كنا في السيمي راكم تتعرفوه. هاد السيمي راه فرق ديال التدخل متجوله. ما معنى متجوله؟ كنا هاد السيمي بوليس، وكنا تنتحركوا في اي تدخل كان في شي مدينه تنمشيو ليه، ملعب ديال الكره، مظاهره في شي مدينه، تدخل في شي مدينه، شي صداع الجامعه، شي كذا، في المغرب كامل تنتحركوا. وكان هاد السيمي فيه عده فروق، فروق التدخل المتجوله كانت عده فروق، ما كانش فرقه واحده، كانت فرقه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه، وكانوا منتشرين في المغرب. وحنا كنا في مدينه الرباط، وفي مدينه الرباط كان فرقه تدخل متجوله رقم 10 اللي كنت فيها انا. كنت عنصر عادي، حارس امن. كنا ديما الخدمه تقريبا تكون في الرباط، او تيتحرك سيدنا كنا تنتحركوا معاه المغفور الحسن الثاني الله يرحمه، كنا تنتحركوا معاه اي بلاصه مشى ليها. واحد النهار كان عندي واحد صاحبي مولاي ادريس، دري ولد المخزن والتوارقه، صاحبي حتى هو بوليسي، وكان صديق ديالي، امي، صديق ما تنتفرقوش انا وياه في الخدمه، بجوج ملاصقين. فيما تيشوفوني انا دايز بوحدي تيقول لي فين دري صاحبك، فيما تيكون درس تيقول لي فين خرج صاحبك. ديما ملاقين في كل شيء، كنا عزاله، ما كناش مزوجين. انا دارنا كانت في القنيطره، ولكن كنت كاري مع واحد ولد في الرباط.
لانه ذاك الوقت ما كانش عندك تتحرك، مثلا تكون ساكن في قنيطره وساكن خدام في الرباط ودير لا نافيت وداك الشيء، ما كانش عندنا لا نافيت، كان ممنوعه فيما سكنتي فيما تخدم. حتى دابا باقا في البوليس الوقت فين ساكن الواحد خصو يخدم. حتى الا بغى يمشي لشي مدينه اخرى خصو ترخيص باش يمشي لمدينه اخرى. باش تنذكر بعض الشرطيين لان بهذه القضيه هذه، الترخيص راه مهم. كيتير البيريمتر اوربان راه معاقب عليه باش تكيتي، باش تغادر المدينه اللي تخدم فيها تمشي لمدينه اخرى بدون ترخيص، راه معاقب عليه. وهذا الشيء اللي كان عندنا في ديك الساعه. واحد الليله عيط لي هذاك موليديس قال لي شوف اجي نتعشاو في الدار، نقصروا انا وياك في دارهم اللي كانت في المساكين اللي كانوا في الدور اللي كانوا ساكنهم الناس ديال توارقه اللي كانوا بجنب السور ديال القصر على اي الباب ديالهم اللي حدا جامع السنه. الناس ديال الرباط تيعرفوا هذا الشيء هذا. كان ساكن هو تما، دارهم ساكنين تما. عيط عليا، مشيت عنده لقيته هو وواحد البوليسي صاحبنا كان خطب خطيبه ديالو كانت حاضره، وانا ودريس كنا مجوجين مخاطبين، وكان السي دريس. طيبنا عشانا بيدينا وبقينا مقصرين حتى شي وحده الليل. كان الحال شويه بارد، كانت وقت الشتاء. الشريف اللي كان مشى مع خطيبته، مشى في حالتهم. انا قال لي السي دريس وبات هنا، لان انا كنت ساكن في مابيلا في اليوسفيه. بالنسبه للناس اللي ما تعرفوش الرباط، كانت واحد المسافه ديال واحد 3 كيلومتر ولا 4 كيلومتر ولا 3 كيلومتر ما بين جامع السنه في كاين الحي ديال دريس، وفين ساكن انا في مابيلا في اليوسفيه، حي اليوسفيه بعيد خصك تمشي راكب. مدينه وحده في الرباط نيت خصك تمشي راكب. قال لي بات هنايا، قلت ليه غنبات. كانت دارهم خاويه، كانوا دارهم مسافرين، باه وامو وجوج خواتاتو وخوه في مكناس، عند عائلتهم في مكناس. سافروا شي 10 ايام قبل ما نجيو حنا. كانت شي عطله، الله اعلم كانت شي عطله ديك الساعه ديال المدارس، ما عقلتش. المهم مسافرين. بت عنده، ولكن اش وقع مع 5 الصباح حنا ناسين تيجيو عائلته تيجيو دارهم كاملين، تيدقوا تيجي مو بغاو يديروا له مفاجاه مع 5 الصباح. جاو دخلوا وجات اختو، واحد اختو في ميريكان، وديك اختو شي 4 سنين ما شافهاش، وجات من الميريكان وجات المكناس، واتفقوا باش يجيو يدخلوا عليه، يجيو عنده للدار يشوفوه يفاجئوه. هزوا طومبيتهم. يمكن اختو ما عرفتش علاش جاو بكري مع 5 الصباح، ربما هذيك الساعه في من الطياره والله اعلم، هبطات في فاس ولا في مكناس الله اعلم. المهم تنسمعوا الدقان، اسمعنا الدقان، ناض هو فتح الباب، تنسمع لا انا عندك اختو هذا والهضره قدام الباب. انا فقت قفزت وبقيت جالس في بلاصتي. شكون الناس جاو دخلوا العائله ديالو، بقيت انا جالس حشمان. وتوقع لكل واحد فينا، تخيل انت ناس دار الناس وغيدخل العائله وانت راجل مجبد طويل قدك قداش مجبد، تنشوف فيهم. سلموا عليا كاملين، قدموا لي اختي من جهه الميريكان، هذا لاباس بخير، بقاو شادين الهضره تيهضروا. نساو باننا راه كنا ناسين، نساو باش قلنا ولدو نعسو. وبقيت تنخمم انا، وديك الدار فيها 3 بيوت وكوزينه، وانا كنت ناعس في واحد الصاله مجبد فيها تما، وتما فين هما دخلوا وجلسوا. نط انا جمعت حوايجي، مشيت لواحد البيت، زربت شويه ولبست حوايجي اللي كانوا عليا، كانت لابس غير بيجامه عطاها ليا، وقلت لها دريس خصني نمشي. قال لي لا صاحبي حنا جالسين، ياك ما بغيتي تنعس تدخل لبيتك تشوف، راه ما جاتش دريس، انا عائلتكم جاتوا الدار هما كلهم هنا صاحبي مجمعين، تشعلطوا الضوء، ديرنا قهوه، ديرنا كذا، وانا غنبقى نعس ولا نبقى جالس معاهم، وانت ما خدام الصباح وانا عندي 6 الصباح. خمم ليا خليني نمشي الله يرضي عليك. قال لي فاش غتمشي دابا؟ دريس ما عندوش الطوموبيل، انا ما كانش عندي الطوموبيل. قلت له شوف غنخرج لجامع السنه، والناس تعرفوا الرباط جامع السنه ديك الطريق اللي تدي اليوسفيه. قلت له تيكونوا الطاكسيات دابا غنلقاو، واخا دابا باقي الحال غادي يدوزوا الطاكسيات، يدوزوا دوك الخطافه، كاين شي خطافه كانوا تيدوزوا تيهزوا الناس. قلت لهم ندوز ما تخافش عليا، ما تخاف، دنيا هانيه. وبقات عليا مو لا جلس معنا، لا في راكم سمحوا لي الله يكثر خيركم، لا كذا دزت غسلت وجهي بالزربه، وغسلت شلت فمي بالزربه، سمحوا لي وخرجت دايخ والبرد وخارج من النعاس دايخ. ندمت حتى نعست، لانه راك عرفتوا المفاجاه كيف تخيلوا هذه المفاجاه كيفاش
عشتها وراكم غادي تعيشوها حتى نتوما، او عشتوها او راكم عارفين كيفاش وقع لي، كيفاش غيوقع لي، بانه كنت ناعسه دخلت العائله كامله دخلوا، كانت واعره واللي فلتني هو الخرج في حالتي. خرجت مشيت حدا جامع السنه، الدنيا خاويه تتصفر ذاك الوقيته، تتصفر. بعض المرات تدوز شي طوموبيل، الطاكسيات ما بانوش ليا شي طاكسي غادي للجهه، لان خصها الطاكسي ما كنا في ذاك الوقت ما غيمشيش المابيل لا خاوي، غيخرج من المدينه غادي يمشي المابيل ديما هاز شي حد وغيركبك، ولكن ما داش شيء. بقيت شي 10 دقائق واقف تما تنراعي يدوز شي واحد. دازت واحد السياره كحله فيات 125، الناس تعرفوا فيات 125 اللي كانت بكري وكانت عند البوليس، كان دوك رؤساء الضباط مسؤولين كبار ديال البوليس في كل مدينه كانوا عاطينهم قبل ما يعطيوهم دابا السيارات تشوفوا دابا لا بي ام دبليو وهذا، كانت اللي مشهوره ديك الساعه هي فيات كحله، فيات 125 كان عندها منظر زوين ديك الفيات وكحله وعندها واحد المولى القدام. دازت وحده دازت، انا من بعد يصحابني ديال البوليس شي وحدين دايزين، ولكن دازوا حدايا شفتها خاويه فاتني فيها شي 4 الناس، فاتني درت يديك زعما دوني معاكم، هما مشاو وهما يديروا مارشاريير، فيها 4 الناس، 2 القدام و2 اللور. هو يدور فيها واحد اللي كان حدا الشيفور قال لي فين غادي يا الشريف؟ قلت له يوسفيه. اللوراني حل الباب وقال لي زيد طلع انا غنزل في الطريق. قلت هذاك الزبلايص ولا شي حاجه. ركبت انا لوسطهم، تسد الباب وبقاو غاديين. هذاك السائق يلا غنخرجوا من التقويصه، القوس ديال الباب زعير في كاين، هو يدور فيا قال لي منين انت؟ قلت ليه من هنا من الرباط. فاش خدام؟ انا ما جاتنيش نقول انا في البوليس ولا شي حاجه، ربي يسترني ما كنتيش في البوليس، ربي يسترني في الاخر نقول لكم ربي يسترني. قلت ليه تنديمير ديالو فين كنتي في هذا الليل؟ عندي عائله وداك الشيء هذا وهذا. هو يقول لي ما تكذبش. قلت له كيفاش نكذب؟ قال لي ما تكذبش، فين كنتي تتشرب في شي بار؟ قلت له اخويا انا ما تنشربش وما فيه ريحه لا والو، هذا ما هذا. هو يقول لي هذاك اللي حدايا من هنا لابس واحد الجلابه قال لي غنشم. قلت لي بشويه كصاحبك تتجبد فيا كتقول لي نشم. وقال لي مالك؟ هو يدير لي طرف هو يضربني. قلت له مالك؟ شتو ضربني فاجئني، ضربني على فمك فاجئني. قلت له مالك؟ هذاك اللي من هنا هما داروا الوسط، جبد واحد الموس قال لي اسكت ولا غادي تحطوا لي هنا، اسكت تما كلام بقى لي بالسبان. هذاك السائق قال سايق ودار بيدو قال لي مالك مال يمك مالك باب وضربني. قال لي كلام خايب، انا غير تنحاول نصغر الكلمات الخايبه اللي قالوا لي وضربني. عرفت راسي بانني تصيدت. بقى الطوبيل غادا الملح كدا الدور ما بين، قلت له ما بين ما هنايا. قال لي هاد المره غتهضر غادي نخشي فيك هاد الموس. داك اللي كان هدايا سد فمك، اسكت تيقول لي خو اسكت سد فمك. هذاك اللي حدا الشيفور تيضر عندي تيقول لي قبيح انت، قبيح شويه قبيح، وانا ما سكتيش كذا 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 وشي هضره خايبه. قلت له شريف الله يرحم الوالد. قال صاحبي شنو درت لكم دابا وفين غاديين بيا دابا؟ اش ندير؟ قال لي سد فمك. وبقاو غاديين، ولاحظت بان مركبوني زادوا في السرعه بالجهد. مشينا في الطريق اللي غادا للسد ديال مولاي عبد الله، طريق زعير راكم تعرفوها. خرجنا شويه على الرباط، هما داروا واحد الطريق غادا تسد غادي للبراج، غادا تسد ديال مولاي عبد الله، وتما تعرفوا ديك الطريق اللي تعرفوها الطريق خاليه وغادا للسد البراج في كاين الواد ديال بولكراك، وتما كاين شي احراش وكاين شي شجر والربيع وداك الشيء وشجر الشوك وداك الشيء. كانت دابا تبناو فيلات وتبنى داك الشيء تما خارج المدينه. دخلوني ودخلوا في واحد لابيست ما بقاوش في الطريق معبده صوبه، ولكن دخلوا في الطريق غير مل، دخلوا تيجري ديك الطوبيل توصلوا لواحد القرن الداخل. دزنا على واحد بحال البراكه تما وفيها كلاب، ودوك الكلاب بحال شاكون بقاو تينبحوا على الطوموبيل ودازوا، ففاتوا دوك الكلاب ودخلوا في ديك الغابه بحال عارفين من المكان. هو يقول لي هذاك اللي ساق لي قلبوا. قلت له شريفنا الشيطان هذاك بغى يحط يدو عليا. قلت له اجمع يدك اصاحبي اش بغا تقلبني؟ هو يضربني براسو. هذاك اللي حدايا دار لي طراف حل لي هادي
وهذه الان ما تتبان شيء، ولكن الناس اللي تيكونوا معايا وصحابي وعائلتي لا قربتي ليا تتلاحظ بان كاين فرق ما بين هذا الحاجب وهذا الحاجب. بقات لدابا حل لي هذا الحاجب هذا وهبط لي الدم العينيه، حسيت بالدم هبط على العينيه، بغيت نمد يد نمسح تيقول لي هبط يدك، تنقول له غنمسحها صاحبي ضربتيني. هذاك اللي عنده الموس تيقول لي اسكت اسكت، ولكن تيدقني بداك الموس هنايا تيدقني. هبط هذاك من الطوموبيل وقال لي هبطوا. انا قلت اليوم الموت، هذه الموت ياك ما كنتو تيتسناوني، ياك ما عندهم معايا شي حساب، ياك ما عرفوني بوليسي، ياك ما هادو ضد الامن وضد البوليس. وثاني هاد الطوموبيل هذه بحال ديال البوليس، هي ماشي البوليس ولكن هذيك الفيات 125 125 كحله كان عند البوليس، ولكن هذه منين جاتهم هذه ما فهمتش انايا. هبطوني قال لي حيت هز يدك، تكاني على الطوموبيل هزو يديا، تيقلب جيبي جبدوا لي 36,000 ريال، 180,000 فرنك جبدوها من جيبي. هاد 180,000 فرنك عندها قصه. في 78 كما كنا تنعرفوا الناس راهم تيعرفوا، راه ما كناش، كنا قراب من 2000 درهم اللي تنتخلصوا، ماشي حتى 2000 درهم، كنا قراب من 2000 درهم، بحال 38,000 ريال 39,000 ريال، هادشي اللي كنا تنتخلصوا. وانا كانت عندي ماشي الماندا ديالي، ولكن ديك الفلوس منين جاتني اللي هزها معايا. هذيك الفلوس كانت الوالده عندي الله يرحمها مريضه، وتنمشي عندها القنيطره وتنجي. مشيت ولقيتها مريضه، ولقيتها مريضه بزاف، وديتها المستشفى الادريسي. هو واحد طبيب شافها وقال لي الوالده عندك راه مريضه وراه عندها القلب وعندها كذا وعندها كذا، ولكن الحاله ديالها راه خصها الاكسجين وخصها السيروم وخصها. وقال لي واحد الممرض اصاحبي راه امك مريضه، علاش ما ديرش كلينيك؟ دخلنا الكلينيك. ذاك الوقت الكلينيك في 78 كانوا الناس اللي تينعسوا في كلينيك هما الناس اللي ينعسوا في كلينيك، ماشي الكلينيك ديال العامه، كان ديال الخاصه، كان ديال الناس اللي عندهم فلوس، الناس اللي لاباس عليهم. اما حنا الطائفه المتوسطه